زمالك سترايكرز. السلام عليكم. السلام عليكم كابتن احمد. السلام عليكم يا كابتن احمد. مبسوط. عليكم السلام. مبسوط ازيك يا كابتن طبعا، زي حضرتك، وبمسي على كابتن مرجبوري طبعا، وبمسي على كابتن محمد صلاح وكابتن ايمن يونس طبعا. اهلا بيك يا احمد. يعني بص يا احمد، اسمع مستر فوت هيقول لك حاجه بالعربي. اوكي مستر فوت. كابتن احمد انت مبسوط؟ واحد نقطه. انت مبسوط؟ واحد نقطه يا احمد. نعم يا كابتن. مستر فوتا اسمعه مره ثانيه بوضوح، هيقول لك حاجه باللغه العربيه. اجين بليز مستر فوتا. كابتن احمد انت مبسوط؟ واحد نقطه النهارده؟ لا طبعا يا كابتن، احنا الحمد لله طبعا على كل شيء طبعا النهارده، بس يعني احنا كنا افضل، انا شايف ان احنا كنا افضل النهارده والله، بس الحمد لله طبعا انا احمد ربنا طبعا بنلعب فرقه كبيره زي فرقه الاسماعيلي وعلى ارضها وفي وسط جمهورها طبعا، وكويس يعني البومت الحمد لله كويس يعني الحمد لله. يعني احمد ما فيش وقت في المباراه حسيت ان المباراه ممكن تهرب منكم، ولا انتوا كنتوا ماسكين الزمام من وجهه نظرك حتى النهايه؟ لا والله يا كابتن، يمكن احنا فعلا ضغطنا فاخر 10 دقائق شويه من الاسماعيلي، بس احنا الحمد لله يمكن اطول فتره في المباراه كانت لصالحنا وكده، وكنا ممكن نقدر نكسب في اي وقت، بس الحمد لله على كل شيء يعني. مين عجبك قوي من الاسماعيلي النهارده يا احمد؟ كان طبعا حسن عبد ربه طبعا لعيب كبير ولعيب بسم الله ما شاء الله طبعا، كان هايل النهارده. بس انت ما التحمتش معاه كتير، هو كان بعيد عنك في الالتحامات. عشان هو لسه راجع من الاصابه بس كده، فطبعا كنت لازم احافظ عليه شويه. يعني انت كنت واخد بالك فعلا؟ طبعا اكيد. لا والله بجد بتتكلم جد؟ والله طبعا يا كابتن، طبعا لعيب كبير ولازم يعني بخاف عليه شويه يعني. والله برافو عليك يا احمد، يا اخلاق جميله، اخلاق جميله منك يا احمد والله. النهارده انت جات لك كوره ناحيه اليمين وحطيتها في السماء، كنت مستعجل فيها يا احمد شويه دي؟ انت فكرت تفكيرين ان انا اشوط يا كابتن، وان انا هحطها شيكابالا كده يروح الجون، فطبعا تفكيرين خلاها طلع بالشكل ده يعني. اوكي، لكن شيكابالا النهارده احنا شايفين هنا في الاستوديو ان ما كانش في حالته، انت قريب منه، دماغه مشغوله ولا ايه يا احمد؟ لا يا كابتن طبعا شيكابالا لعيب كبير طبعا، ولعيب طبعا لعيب طبعا، بس هو النهارده يمكن مش في افضل حال طبعا، بس ده لاعب فرقه كبيره زي فرقه الاسماعيلي، فطبيعي النهارده يمكن اللعيبه كلها طبعا تكون مركزه جدا طبعا في الماتش، بس هي حته التركيز الشديد طبعا في الماتش هو اللي بيخلينا يعني بالسرعه دي يعني شويه، يعني بنلعب الكوره بسرعه وبنحاول نضغط على فرقه الاسماعيلي وكده، بس يعني كان ظروف الماتش طبعا الحمد لله كل شيء طبعا، وبحمد ربنا وبشكر فضل النهارده على البوم طبعا، بوم الاسماعيلي فرقه في الدوري وكده طبعا، ده على ارضها وسط المباراه طبعا بوم كويس جدا يعني. أنا عايز أهنيك وعلى أخلاقك الرياضية اللي كانت قدام إبراهيم يحيى، لأنك ما وقعتش، ودي أخلاق كويسة جدا وأخلاق رياضية جدا. يعني مستر فوتا يا أحمد بيحترم جدا طريقة لعبك في إن هي فير بلاي، يعني لعبة محترمة فيها رقي في الكوره بتاعت ابراهيم يحيى، ان انت ما حاولتش تخش وتعوره في كوره يعني. لا، رغم ان هو مسكه ابراهيم يحيى وهو ما حاولش يقع. بالظبط كده، ما حاولتش تقع وتبين ان انت واخد ضرب جزاء او حاجه زي كده. لا طبعا يا كابتن، انا ما يعني كان مركز جدا، اللي ما بحبش التفكير وكده في الكوره طبعا، اكيد لو ضرب جزاء طبعا، لكن يمكن لو فيها شك شويه فهي في مصلحتي افضل يعني. احمد، ليه حسينا ان لعيبه الزمالك بعاد عنك؟ انت لوحدك دايما في هجوم الزمالك، ليه؟ يعني هل كنت بتكلمهم يقربوا منك يساعدوك يدعموك، ولا ما كانش في حتى لغه كلام؟ طبعا عشان النهارده كنا بنلعب يمكن 3 سندر وكده، طبيعي ان الكوره تبقى تجيلك، يمكن تبقى يعني تحس ان انت لوحدك وكده، كان في شيكابالا موجود وكان حسين طبعا موجودين، فكنا بنلعب حته المرتده كده، فالنهارده عملناها بشكل كويس كتير النهارده، بس يمكن ما كانش فيها توفيق شويه، يمكن في كوره كده من الشوط الاول بتاعت عبد الشافي، يمكن ابراهيم يحيى شالها الكوره بالعرض كده، وكوره حسين برضه، بس الحمد لله على الاداء النهارده طبعا، نحمد ربنا واشكر فضله وبشكر اللعيبه طبعا، وان شاء الله باذن الله نعوض في الماتش ده، ماتش الجونه ماتش صعب برضه، وان شاء الله باذن الله نقدر نحقق استفاده باذن الله. بالتوفيق يا احمد، بالتوفيق ان شاء الله، بالتوفيق يا احمد. تفسر بايه يا كابتن مدحت